احنا في كارثة. انا الطماع ولازم حد يوقف اللي بيحصل ده بأي طريقة. فرحي باظ وعربيتي ولعت، اتاخد مني تحبي واتاخدت مني تليفوناتي، بس انا رحت عملت محضر. بقى عندنا أزمة أخلاقية وتعفن فكري وبقينا مش واعيين زي الأول. يا جدعان حليم لو قارنت شعبك بباقي الشعوب التانية فكريا فأنت مش موجود. ومفيش حوار ما بيننا يا جماعه، وعطويه يا عمي الكبير وحقك عليا يا عم. ومتأخر عنهم سنين ضوئية. المفروض كل راجل جدع من البلد ديت يوسع الطريق ويفتح السكه عشان تبقوا عارفين انتوا بوظتوا فرح الراجل. الناس اللي بتقول انا ما جبتش الشقه، انا ما عملتش، انا الناس اللي بتقول بيطلع ترند، انا مش محتاج ترند، انا رقم واحد هنا. أنا عارف إن ممكن الكلام يضايق فئة معينة بس دي حقيقة. يا جماعه انتوا مش ملاحظين ان العدد كان كبير قوي، ما يقاس ب 30-40 الف واحد؟ لو هديك مثال على اللي بيحصل على السوشيال ميديا حاليا فشايف التطور اللي بيحصل في البلاد والعالم كله. احنا بقى عاملين زي رجل الكهف، بنرجع لورا مش بنتقدم. طيب ايه علاقة ده بالسوشيال ميديا؟ تعالوا ناخدها خطوة خطوة. أول حاجة هسألك سؤال وتجاوبني عليه دلوقتي وانت بتتفرج. ايه هي أكتر حاجة ليها تأثير على عقول الناس في الفترة دي؟ السوشيال ميديا، صح؟ لو رجعت بالزمن 10 سنين وحاولت تشوف تفكير الناس وذوقهم وآرائهم ومدى تركيزهم في الحياة، أنا متأكد تماما إن الوضع هيكون مختلف وأحسن مليون ألف مرة من دلوقتي. مفيش ترندات تافهة، مفيش محتوى ملوش أي 30 لازمة زي ما بنشوف. حتى لو جيت قارنت المشاهير زمان بمشاهير دلوقتي هتعرف قد إيه حصل تغيير واختلاف في عقولنا. ليه بقولك مشاهير؟ عشان الناس هي اللي بتحكم وبتختار تتابع مين واهتماماتها إيه. الناس زمان كانت بتحب تتعلم وتشتغل وتنتج. تلاقي الشباب وقتها عندها طموح، نفسها تبقى حاجة وتقدم شيء للمجتمع. بس ازاي في الفترة الزمنية القصيرة دي كل حاجة اتغيرت؟ القصة بتبدأ من بعد 2019، السنة اللي كلنا متفقين ان العالم كله اتغير او حد رش حاجة في الجو تخلينا مغيبين. الحقيقة هي حاجة شبه كده. بعد 2019 كلنا اجمعنا ان في حاجة اتغيرت بس احنا مش عارفين ايه هي. الوقت بقى يطير واحنا مش مستوعبين ولا قادرين نفهم ازاي ده بيحصل. تعالوا ناخد الجزء ده بالتفصيل. من ساعة أزمة كورونا ولما الناس كلها قعدت في البيوت واستهلاك مواقع التواصل زاد بشكل مرعب، انت قاعد طول اليوم ما بتعملش حاجة غير انك ماسك التليفون او بتلعب جيمز او بتتفرج على التلفزيون، وده نادرا يعني. الفترة دي انتشر فيها كمية فيديوهات واتشهر فيها ناس بشكل مجنون. كل واحد اكتشف انه بلوجر او يوتيوبر وبدأ رحلته في الطريق ده، وللأسف ده خلق فرص لناس كتير تظهر وهم مش مؤهلين اصلا. ابتدينا نشوف ترندات غريبة وناس بتعمل اي حاجة عشان بس تبان وتطلع ترند. بصراحة بتستفزني الكلمة دي عشان الناس فاهمة الكلمة دي بطريقة غريبة شوية. كل مشهور من دول فاكر انه عشان عمل فيديو وجاب له كام مليون مشاهدة او كام ألف فهو خلاص بقى ليه الحق ومعاه صلاحيات أكتر ويطلع بقى يقرفني. أنا الزبال اللي اتطردت من محل الكشري. أنت مش عارف أنت بتتعامل مع مين ولا إيه؟ أنا ابن المطرب الراحل فلان الفلاني وجاي أكمل مسيرة أبويا. طب يا حبيبي أنت جاي تقدم لنا إيه؟ هتغني؟ يلا غني سمعنا. بس انا جاي اعمل ترندات والترند ده بتاعي وانا صاحب الترند بتاع كذا. اظن المثال بتاعي كافي يوضح لكم الحاله اللي احنا عايشين فيها. وفي من دول كتير بقى، هم حرفيا نسخ كتير في اشكال مختلفه، او تحس ان حد موزع عليهم سكريبت ومحفظهم الكلمتين دول. ما بقتش عارف اصلا تتفرج على حاجات طبيعيه بسببهم. طول الوقت انت مسؤول معاهم ومع مشاكلهم وخناقاتهم وافراحهم. بقى ما بين كل بوست والتاني لازم يطلع لك حاجه تخصهم. والمشكله ان الناس دول مصدقين نفسهم. وحبايب قلبي المشاهدين مش انت طبعا قاعدين يضحكوا ويسقفوا ويحدفوا سوداني ولب عليهم، فاكرين ان هم كده دمهم خفيف وحسهم الفكاهي بقى روش، وانتوا اصلا اللي بيضحك عليكم. بصوا تعالوا نغير الموضوع وهنبقى نعمل حلقة مفصلة وافهمكم ازاي السيرك والمسرحية دي بتتعمل.
نرجع لفترة كورونا. طبعا المطورين أول ما لقوا إن استهلاكنا للمنصات بتاعتهم بقى زايد بشكل مجنون وأرباحهم زادت أضعاف، قالوا بس إحنا نعمل أي حاجة عشان نخلي الناس تقعد أطول فترة ممكنة. وعشان كده هتلاقي بعد الفترة دي ابتدى يتغير حاجات كتير، وشكل الفيديوهات اللي متعودين عليه اتغير، وابتدينا نشوف ريلز وزيادة كبيرة في الفيديوهات اللي بالشكل الطولي. ليه؟ لأن مدتها قصيرة وفيها كمية أحداث كتيرة بتخليك مشدود للنهاية في كام ثانية بس، ومن ساعتها وعينك ما تشوف إلا النور. ماسورة وضربت في وشنا، بقينا نقعد بالساعات واحنا مش حاسين بالوقت. انا متأكد انك لو فتحت السكرين تايم عندك مش هتلاقي مثلا اقل من 4 ساعات. طيب بالعقل كده، انت واحد ما بقتش قادر تتحكم في وقتك وبتضيع عدد ساعات من يومك في السوشيال ميديا، ازاي عايز تحس ان الوقت ما بيجريش؟ مستغرب ليه؟ ما ده المنطقي. جرب كده سيب التليفون يوم كامل وما تقربش منه، وعيش اليوم ده من غيره، هتلاقي اليوم طويل وبقيت تنجز حاجات كتير. اصل بالعقل يا جماعه والله، انت بس لو ركزت شويه هتعرف انت مقصر في ايه، وايه اللي بيمنعك عن تحقيق اهدافك واللي نفسك توصل له. هتقول لي التليفون، خلاص يا سيدي عرفنا. انت شكلك منهم وهتتعبني معاك. بكل بساطه انت السبب، انت اللي بتهرب من الواقع عشان تخش في عالم كله دوبامين سريع وانجازات كدابه، وتشوف ده نجح وده معاه عربيات وده حقق احلامه، وبنسبه كبيره الكلام ده كله بيبقى كده، وانت لسه مكانك على سريرك محققتش اي حاجه. انتوا مستوعبين احنا وصلنا لفين يا جدعان؟ وبنرجع نلوم غيرنا مع اننا احنا السبب. انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما اوجهه لاي حد، وبحاول افكر معاكم بس بصوت عالي. اتمنى تكتب لي رايك في الكومنتات ونتناقش مع بعض. وانت لو وصلت هنا وما عملتش لايك وسبسكرايب، انا عارفك وهجيبك. واعمل فولو على الانستجرام بالمره، ولو عندك موضوع حلقه نتكلم فيه يا ريت تبعت لي. وبس كده، سلام.